انا بموت فيكي. يلا امشي. ورجعنا لكم بفيديو جديد من حلقة اليتيم حلقة 20. بداية الفيديو هون رح تكون معنا لما الواطي زعيد بده كان يغدر بعرسان، مثل ما شفنا بالحلقة السابقة. كان انه عرسان عم بيقتلوا لزعيد، فكان السبب كان عم بيتمشى عرسان بالحارة، وهذا زعيد عم هيك يعني بتخنس من وراه شوي شوي. ليش يا حزركم؟ بده يقتله على اساس بده يغدر فيه. والله هذا عرسان مو حي الله مسكه ودب خناقه. قال له لك عم تاخذني غدر؟ لك انت عقيد انت. والله العظيم بس لو ما انه هلا الدنيا ليل لكنت هلا عملت فيك اللي ما بينعمل. انت شو فكر حالك عم تعمله لك؟ قال له الله يوفقك الله يوفقك يا عرسان، الله يوفقك اتركني بحالي. قلب مثل النملة، وأنو نملة لسه قلع من النملة مثل الصرصور. اي والله. المهم صار يقول له الله يوفقك اتركني وانا ما بعرف شو وما قصدي اعمل هيك شيء. قال له لك كان عم تجي بتاخذني غدر؟ لك انت شو فكر حالك ولك هلا هيك اشختك على البلوعة مثل ما بقولوا. المهم قال له هلا بتقوم من هون بتدرمل من هون ووشك ما بدي اشوفه ابدا ابدا. هاي هون اللقطة كان قبل ما يروح لعند عليا. هون بعد ما طلع عرسان من الدكان بده يروح لعند عليا يشوفه على الاسطوح. هون كان وقتها هذا زعيط عب راقبه من شان شو؟ قال مشان ياخدوا غدر، بس يعني عرسان لها مثل ما بقولوا. المهم والله مسكوه شحطوه قتله خلص عليه، يعني مو خلص عليه بس يعني لو فضل الله وقوته البدنية كان عرسان ودع المونديال مثل ما بقولوا، بس الحمد لله ما ودع. المهم هون بعدين تركه وراح. بعد بننتقل للقطات جديدة من الجزء الثاني من حلقة اليوم. والله ما دحلكم اياه روسية على نص راسه وزته في الأرض وهو بقايم. العفو منكم، بزق عليه بزقة غير شكل، يعني تسوى حياته كلياتها. نيجي لهون لعند هذا شغيل الزعيم هاي الثاني اللي بيكون مع زعيم، الصراحة ما بعرف شو اسمه. المهم بكون قاعد هيك عم فكر، عم بقول العمى هذا زعيط وين راح؟ اختفى هي هالخفية، ومعقول هالحكي مثل ما عم بقولوا انه هو صار عقيد؟ يخرب بيتك شو انك نسي يا زعيد. زعيد صار هو عقيد؟ وين صارت هي؟ والله ما بتصير، عقلي ما عم بيوزن يعني ما عم بتحمل هالفكرة كلياتها. والله أفكار تاخده وتجيبه. بعدين صار يقول معقول تروح عليك 20 ذهبة يا ما بعرف شو كان اسمه الصراحة. والله بدها تروح عليك لأنه الزعيم طلب منه إنه يقتله ويتخلص منه وإلك عندي 20 ذهبة. بس هذا كمان جبان، يعني الاثنين جبانين، إنه كيف بده يقتله ما رح يحسن. بعد ما ننتقل لمشهد بتكون سعاد هي وجوزها. عم بقول هذا زعيد صار له فترة كتير طويلة ما عم بيبين بالبواكية. يا هل ترى وين راح؟ قام نطت قالت له انت شو بدك فيه؟ تعرفوا يخرب بيتك كيف تنبحت فيه. المهم قالت له انت شو بدك فيه؟ اتركه يروح وين ما بده يروح دربي سد ما يرد يخرب بيته. المهم قام بنط ابنه، ما شاء الله كلهم رجال. بنط ابنه بقول لها شبك يامو ليش عامل معك شي؟ قالت له خلاص انت ما نو عامل معي شي. فورا عامل معي شي؟ لا ما نو عامل معي شي، بس هيك خلص بالناقص عنه يضرب هو وشكله ومنظره. المهم نيجي لعند ام جابر وابن المختار، بكون قاعد معه عم بقول له يامو اخي رشيد، اسمه رشيد ما بعرف شو كان اسمه، ابو جابر اخي سجل حصة البيت اسم هذا تبع الكراكون اليوز باشا. قلت له شو؟ يخرب بيتك يا جابر ليش هيك عملت؟ لك شبك ليش هيك؟ شو صار لمخه ما عم نعرف. قال له ما بعرف. قالت له انا ما بقى فيني اتحمل، انا تعبت موت اختكم هد حيلي، وانتم مشاكلكم وتصرفات اخوك اللي ما انا معروفه شو عم يعمل، وانت من جنب حلوة انا ما بقى فيني اتحمل. قال لها خلص يا مو لا تعصبي ولا تاكل هم. نطت هون فهمية معلش اخي الله يخليكم حلوة بين بعضكم. يحلوا عظامك انتي اذا انتي كمان لسه يلا طيش بده يصير فيكي لقدام من ورا هذا سليم، خليكي مثل الجدبة اللي عمل شو هذا لسه كمان هون. بعد ما بيكون عندهم هذا المختار ببيتهم وبيجي بده يطلع من البيت، شو بيجي سليم الواطي بيدق عليها الباب مشان تفتح له. بدق تيجي من ورا الباب بتقول مين؟ بيقول لها انا سليم فهميه افتحي. قالت له ما بدي افتح، يخرب بيتك ان شاء الله حل عني بقالك روح من هون والله رح افضحك بالحاره كلياتها.
تركته وراحت، وهو وقف هيك قدام الباب وحزين. يعني شو استفاد ما بعرف غير موت وصال ومباله، يعني هلأ شو رح ياخد فهمية؟ شو الشغلة على كيفك يعني؟ بس الله يستر الحلقات الجاية ما يعمل مع العايبة مثل ما بقولوا. بعدين ننتقل لمشهد هون بعد ما شكري بيرجع لعند بيت أهله لعند أبو الفخر وكلهم مبسوطين وعمة السرورة والأفراح على الديار مثل ما بقولوا. هون عم بقول له يابي أنا من دونك ما بعرف شو كنت رح أعمل، وأنت سند بهالحياة. قال له فداك كل شي، أنا ضفرك عندي بيسوى ملكانات الدنيا كلياتها مو بس البيت. قال له الله يخلي لي إياك يابي، وأنت ما في منك وما بعرف شو من هالحكي هذا اللبلبلا كلياته. المهم طبعا عم بتضحكوا علي، يعني ما بعرف قال شو باع البيت مشان ايه. بروح بالاول اسال بالحكم دارية في هيك قرار ولا ما في هيك قرار، والمخرج رح يجننا يا صراحة. للصراحة المخرج رح يجننا. وهون هن قاعدين بيقوم بيجي مين، بيجي المختار لعند أخوه، بدق عليه الباب وبيدخل لعندهم. قال له أنت كيف هيك بتعمل؟ لك في حدا ببيع حصته لليوز باشي؟ لك أنت صاير شي لمخك؟ قال له بس وقف عندك واحترم حالك، أنا أخوك الكبير يلي صار على راسنا فيها من أول مسلسل. أنا أخوك الكبير وأنا أخوك الكبير، وما نو عرفان يتصرف أبدا. هذا مثل أخته فهمية نفس الشي. المهم قال له أنت دمرت العيلة كلياتها، أنت مانك عارفان شو عم تعمل. قال له أنا ضفر ابني بيسوى الدنيا كلها، لكن أنا ابعت ابني على العسكر ويقوم يجيني ميت؟ لا هيك انتو ما حذرتوا. قال له أنت خليك ماشي ورا النسوان رح تدمر حالك. المهم هون تاني يوم بتقوم بتيجي مين أم جابر لعنده وبتبلش تبهدله. أنت شو صاير لمخك؟ أنت بدك تضل ماشي ورا هالحرباية مرتك؟ أنت دمرت البيت دمرت العيلة، أنت مانك عارفان تتصرف أبدا. وهو ساكت. قال لها يا ماما وصل اللي أنت بدك إياه، بس ابني كان رح يموت وأنتو ما حدا منكم سأل. طب أنا شو أعمل؟ واليوز باشي ما رضي إلا بحصتي بالبيت. يامو أنا كتير احترت وما عرفت شو بدي أعمل. سكتوا وخلصت هون القصة عندهم. بالجزء الماضي مثل ما شفنا إنه كانت هون الحرباية هي كمان الشاضومة أم درويش عم بتعيط تقول ولي. طبعا شو طلع لولي؟ طلعت بنتها مخستكة مرضانة حرارتها مرتفعة، ويمكن توقعاتي بتقول الحلقة الجاية ممكن إنها تموت. ليش؟ منشان يرجع الحق. لازم يرجع الحق لأصحابه. يعني اليوم أنت لما تكون آكل حق حدا مبالك الله رح يمشي لك إياها شلون ما بدك. هون عم بتقله يا ابن عمي بنتك عم تغلي غلي ومرضانة وما لها حيل تقوم وما بعرف شو. قال لها والله يا بنت الحلال شكله هذا الله عم بعاقبنا بولادنا. قالت له شلون يعني؟ قال لها لأني ما عطيت حق ولاد أخي، يعني حق ولاد أخي أنا ما عطيتهم إياه، يا الله بعاقبني بولادي. قالت له اسكت تف من تمك ما في هذا الشيء أبدا. يعني ما شو بدي يطلع منها، بدها تضل هيك كتير قارحة. بعدها بخلص عنه المشهد ننتقل على مشهد الزعيم. هون بيكون قاعد بالنظافة وعفكر. هالحرامي هذا نزل على البيت ما سرق شيء، معناته هذا شو بده؟ أفكار تاخده أفكار تجيبه. يعني حرامي شفتوا انتو بالحلقة الماضية انه على اساس الحرامي نزل على البيت ليسرقوا، ما في شي سرقة. المهم هو قاعد بيجيكم مين؟ العقيد. لا اليوم متكشخ ولابس على 24 هالعقيد زعيط يخرب بيته، وبالليل اكل قتله غير شكل. المهم عم بقول له هيك طلع فيه النظرة الزعيم. قال له انت امبارح وين كنتوا؟ لا قال له صفن هالصفنة. قال معقول عرف شو صار بيني وبين اليتيم؟ قال له انا عم بقول لك وين كنت؟ قال له والله كنت نايم بالجامع. قال له ايوه خير ان شاء الله. طلع فيها هي النظرات اللي ما هيك، يعني نظرات الخسيسة تبعيت الزعيم هايل. قال معقول تكون انت؟ والله يا زعيط اذا بتكون انت عامل هذا الشي ونازل على بيتي وعم تعمل شي غلط، والله لا والله لأدفنك بأرضك، والله لحطك ببير ما حدا يوصل لك فيه أبدا. يعني كمان لأنه بيعرفوا ندل مثل بعضهم، يعني الأندال قال تقع على بعضها مثل ما بقولوا، الطيور على أشكالها تقع، هذا ندل وهذا ندل. المهم بعد هون بيكون عرسان بالدكان عم بشتغل، بتجيكم هون المدام عليا الأنسة عليا عفوا بتجيكم الأنسة عليا. الصراحة أنا قلبي هيك فراشات وانبسطت لما شفتها. إجت لعنده هو شافها من بعيد وعرفها، القلب وما يهوى. راح لعندها قال لها مين؟ عليا شو عم تعملي هون؟ قالت له كنت خايفة عليك كتير كتير. قال لها خايفة علي ليش؟ قالت له من شأن امبارح يلي صار انه وقت انه قالوا حرامي وما حرامي انشغل بالي عليك كتير. قال عن حق عم تحكي انشغل بالك علي؟ قالت له ايه والله انشغل بالي عليك كتير كتير. قال لها خلي لي اياكي، والله انتي فرحتي بهالدنيا كلياتها وانا مبسوط فيكي كتير وان شاء الله رح نتجوز عن قريب. هاي هون نظرات التعجب تبعيته انه عن حق خفتي علي؟ ايه والله لحتى انا كمان انبسطت وانتم انبسطتوا والوطن العربي كلياته انبسط. المهم هتقولوا هاليتيم واحد منا وفينا وزعلانين عليه.
بعد ما راحت عليا هون بيجي عرسان بيكون قاعد هو بالليل وعم بيقول له شو لك عرسان سمعنا بدك تكري بيت وبدك تتجوز، وهو مبسوط وفرحان. قال له ايه والله يا معلمي، يعني حلي بقى ما هيك؟ قال له ايه والله. قام صار هون ينادي للشغيل الثاني اللي عنده، بعرف شو اسمه، قال له تعال تعال لك هذا رفيقك بده يتجوز. وهون بتكون خلصت أحداث حلقة 20. في أمان الله.